السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل رز باللبن بطريقة حلوة جدا وبطريقة سهلة قوي، وكمان مش هتحتاجوا تحطوا نشا. اول حاجة جبت 2 لتر من اللبن عندي بقري، فهوريكم هضيف له ايه عشان يطلع احلى بكتير من اللبن الجاموسي كمان. كوبايتين من الرز المصري مغسولين، وكوباية من السكر، ومعلقتين كبار من الفانيليا، ممكن نحط الفانيليا اللي هي البودرة، افضل اقلب كده لغاية لما اتأكد ان السكر نفسه داب مع الرز والفانيليا. هغطيه وهدي النار عليه خالص على اقل درجة حرارة، وهسيبه هو لوحده هيستوي لوحده من غير اي حاجة. شايفين هو كده خلاص استوى، هقلبه شوية وبدأ يتقل كمان. عايزة اقول لكم هو كده لا محتاج يتضاف له نشا عشان يمسك ولا اي حاجة، هو الرز منه نفسه بيطلع النشا بتاعته. اهم حاجة نتأكد ان الحلة دي مش بتلزق، لان لو بيلزق فاحنا محتاجين حتى لو مهدين عليه النار نفضل جنبه شوية عشان ما يلزقش. وهضيف هنا 500 مللي من كريمة الطبخ، مش كريمة الحلويات، لان كريمة الحلويات بتكون مسكرة اكتر، وانا بحب احط السكر بالحجم اللي انا عايزاه. شايفين هو ماسك نفسه كويس ازاي؟ هقلب كويس قوي عشان اتاكد ان الكريمه خلاص بقت داخله مع اللبن في كل رز. واضيف نص كوبايه من السكر، وبس تقلبتين وهو لسه على نار هاديه. خلاص هو مش محتاج، خلاص هو استوى. عايزه اقولكم ما خدش وقت وكان سريع جدا. خلاص كده هبتدي اغرف في الاطباق. وده بقى شكله، عايزين بس نزينه، هنبتدي نحط له شويه مكسرات، اي نوع مكسرات عندنا. انا بحب دايما احط له جوز الهند، ده اساسي. وبعدين احط له شويه من الزبيب،
واي نوع مكسرات تاني او ممكن نكتفي بكده وبس. انا حطيت شوية من الفستق، هنا بقى باقي الرز عملت منه 5 علب. كوبايتين الرز عملوا لي 5 علب، و6 اطباق من الاطباق دي. بصوا بقى لما سقع، شايفين ماسك نفسه كويس اوي ازاي، مش محتاج يتحط له اي حاجه معاه علشان تمسكه، لا محتاج نيشه ولا محتاج اي حاجه. وبألف هنا وشفا، ان شاء الله اشوفكم في وصفات تانية كتير.